السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهارده هنكمل مع بعض حل أسئلة التقييمات التقييم الرابع. ركز كده يا بابا معايا في أول سؤال، نموذج ألف. قال لك نستنتج من المعادلة الآتية مين من الكلام ده؟ بص يا بابا، أنا معايا هنا حرارة، الحرارة دي يا حبيب قلبي موجودة في الوسط المحيط ولا موجودة في النظام ذات نفسه؟ لا يا مستر موجودة في النظام، يعني أنا عايز أقول لك النظام هنا امتص حرارة. طب تعالى كده نشوف. طبعا يا جماعة ده تفاعل ماس للحرارة، طالما لقيت الحرارة هنا في المتفاعلات ماس، لقيتها في النواتج يبقى طارد. الوسط يكتسب حراره، مفيش منه الكلام ده. انتقال الحراره من الوسط المحيط للنظام حصلت كده يا جماعه. الاجابه رقم ب. لماذا يجب ان تكون المعادله الكيميائيه متزنه عند حساب التغير الحراري؟ مستر المعادله مستر لازم تكون موزونه لتحقيق قانون اسمه قانون حفظ الكتله. لازم يا جماعه الكتله اللي داخل بيها اخرج بيها. يبقى كده الف تحقيق قانون حفظ الطاقه لا، تحقيق قانون حفظ الكتله حصل. 4 كميات متساوية لمواد مختلفة، واحدة اسمها ألف، واحدة اسمها ب، واحدة اسمها ج، والثانية اسمها د. أضيفت كل مادة إلى كميات متساوية من حمض الهيدروكلوريك، ثم وضع ترمومتر لكل مخلوط. أي مخلوط طارد أكثر الحرارة؟ شباب، اللي بيطرد حرارة بيقول لك زادت درجة حرارته بمقدار 3 ولا زادت درجة حرارته بمقدار 5؟ طبعا يا جماعة زادت دي صح، ودي كمان صح. ليه يا مستر دي صح ودي صح؟ أنا عندي يا جماعة لو الحرارة فقدتها، لو انا الحراره بالبلدي كده الوسط اللي عندي يا مستر بالبلدي كده انخفضت درجه حرارته، النظام ذات نفسه يا مستر انخفضت يا مستر درجه الحراره، يبقى ده تفاعل بالبلدي ماس للحراره. طبعا انا بقول لك طارد للحراره، يبقى انا بقول لك ارتفاع في درجه الحراره. اول ما بشوف دي كده بعرف ان هي رفع درجه الحراره. طب تمام، يبقى مخلوط أ زادت درجة حرارته بمقدار 3 صح، مخلوط ب أهو زادت درجة حرارته بمقدار 5 صح، بس يا مستر هختار أنهي؟ هو بيقول لك أكتر واحد طرد حرارة، يبقى طبعا يا جماعة الإجابة رقم ب. أي العمليات الآتية مصة للحرارة لازم تمتص حرارة يا مستر عشان تحصل؟ تجمد مفيش منه يا مستر الكلام ده يا مستر. التجمد ده يا مستر بالبلدي كده بتفقد حرارة. الاحتراق يا مستر ده برضه يا مستر بيفقد يا مستر حرارة. التكثف ولا الانصهار؟ لا يا مستر، مادة عشان تنصهر عشان تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، يبقى لازم كده يا مستر بالبلدي كده المادة تاخد إيه؟ حرارة. يبقى كده الإجابة رقم د. يتم التفاعل التالي تحت ظروف خاصة. ماشي، احسب كمية الحرارة المفقودة من 252 جرام مية عند تجمدها. طب ما بالراحة كده، ادي المية وادي يا عم المية يا عم لما اتجمدت. مستر عرفت منين؟ من حرف ال ده يا بابا ليكويد سائل، اس ده يا بابا السوليد يعني صلب. طب ركز كده معايا، انا اول حاجة هعملها هجيب الكتلة المولية لدي والكتلة يا جماعة المولية لدي. اجيب ازاي دي يا مستر؟ قال لك الاتش بواحد، 2 في 1 ب2 اهي، هقول هنا 2 في 1 ب2 زائد الاو ب 16 زي الفل كده. الرقم ده يا حبيب قلبي هيديني الرقم ده. مستر هو الرقم ده يا بابا اللي طلع لك هنا، بدل ما اجيب اولاد الكتله الموليه دي انا عندي فكره. انا بقول له ان الكتله الموليه دي اللي هي اصلا 18، يعني انا ممكن مثلا اقول لك ان دي كلها ب 18. اذا انا معايا 18 جرام لكل مول، 18 جرام لكل مول. طلع لي قد ايه يا مستر حراره؟ طلع لي 6.3 كيلو جول حراره. طب انا بقى مش عايز ال 18، بص انا كده بقول له لل 18 طلع لي الرقم ده 6.3. طب انا بقى مش عايز اعرف ال 18 يا مستر بيطلعوا لي قد ايه، انا عايز اعرف ال 252 بيطلعوا لي قد ايه. طبعا حبيب قلبي الجميل طرفين في وسطين، هتقول لي كام؟ هتقول لي 252 على 6.3. انا اسف يا شباب اهو قلت لك بس دي كده ضرب اهو، دي 252 في 6 دي مضروبه في دي على دي، يبقى هنا معايا مستر ال 18 عشان نخلص، يبقى دي يا مستر مضروبه في 6.3. يلا بينا نحسبها مع بعض كده يا حبيب قلبي الجميل اهو. الآلة طبعا يا جماعه الرقم يعني صعب شويه فطبعا محتاج آلة. يلا بينا. طبعا انا هضرب هنا 252 في 6 علامه 0.3 على ال 18، هيطلع لي 84.42 كيلو جول لكل مول. وبكده يا حبيب قلبي الجميل نبقى خلصنا التقييم الاول، او انا اسف نموذج الف. خش معايا على نموذج ب. بيقول لك في النظام الطارد للحراره، طرد حراره، تنتقل الحراره من الوسط للنظام. لا يا عم انا الحاج بص انا معايا دلوقتي اهو ده اسمه النظام. انا لو طردت يبقى ده كده، انا لو طلعت كده حراره لوسط المحيط يبقى انا كده مستر طارد للحراره، دخلت حراره يبقى انا كده مستر مصل الحراره. طب هو دلوقتي بيقول لك طارد تنتقل الحراره من النظام لوسط المحيط حصل. أي من مخططات الطاقة التالية يعبر عن امتصاص أكبر كمية؟ بص امتصاص يبقى تفاعل ماس. قلت لك قبل كده يا حبيب قلبي الجميل وأنا بشرح لك الماس دايما يا جماعة بيبقى طالع لفوق، ده بص مش طالع، ده هنا نازل لتحت، يبقى ده كده يا مستر غلط. نازل لتحت غلط، بص ده طالع لفوق وده كمان يا أولاد طالع لفوق. بص دي كانت إيه وبقت إيه؟
كيف كانت كيف صارت. ماشي والله لطيف. ما علينا. دي كده يا حبيب قلبي دي اكبر ولا دي اكبر؟ لا يا مستر هو بيقول لك اكبر كميه من الطاقه، يبقى كده يا مستر اجابه رقم ب. من المعادله الاتيه اهي، ميه كانت بخار بقت ليكويد زي العسل مديني دلتا اتش، بيقول لك فان التغير الحراري تكثيف 2 مول. طب ما بالراحه كده بس، بص الواحد مول طلع لي دي اهو، 1 مول ميه اهو، واحد ايه يا عم الحاج مالك؟ بص يا بابا معايا، واحد ماشي، يلا يا ولاد، 1 مول ميه طلع لي الدلتا اتش دي سالب 44، يبقى سبحان الله يعني ال 2 مول يطلع لي كام؟ 2 في سالب 44 تطلع سالب 88. من معادله احتراق الهيدروكربون التاليه، ادي يا مستر معادله الاحتراق، فاذا احترق 84 جرام من الهيدروكربون تماما فان. طيب ركز كده يا بابا معايا، انا بقول لك اتحرق 84 جرام من الهيدروكربون ده. طب بص كده بس انا هعملها ازاي، بيقول لك السي 2 اتش 4، السي يا جماعه ب 12، 2 في 12 ب 24 تمام، زائد 4 في 1 ب 4، ده كده يا حبيب قلبي تطلع كام؟ 28. 28 ايه يا مستر؟ 28 جرام لكل مول. ال 28 جرام يا جماعه مطلع لي حراره، بس هو دلوقتي بيتكلم معاك على ايه؟ بيتكلم يا جماعه معاك على التغير في المحتوى الحراري، يعني انا يا مستر لازم اقلب العلامه دي عشان دي حراره، بدل ما هي موجب 955 اخليها سالب 955، يبقى انا كده اثبتت له، قلت له ال 28 جرام بيطلع لي الدلتا اتش دي. طب انا مش عايز ال 28 جرام، هو بيقول لك انا عايز 84 جرام، فيهم قد ايه؟ يلا بينا، يبقى هنا بتطلع قد ايه؟ علامه استفهام. يبقى كده حبيب قلبي الجميل هيقول لي 84 في سالب 955 على ال 28، يلا 84 في سالب 955 ماشي على ال 28. طبعا حبيب قلبي الجميل هيطلع الرقم 2865 طبعا يا مستر بالسالب طبعا. يبقى هنا بيقول لك الوسط المحيط يكتسب طاقه قدرها كذا، ولا الوسط المحيط بيفقد طاقه؟ لا يا مستر بالراحه بس كده، انت عندك يا مستر الحراره هنا، يبقى يا مستر النظام ده يا مستر 3 حراره، يبقى المفروض طالما 3 حراره المتفاعلات دي فقدت، يبقى المتفاعلات فقدت الحراره اللي احنا لسه مطلعينها. قارن بين التفاعلات الماصه للحراره والتفاعلات الطارده من حيث اشاره الدلتا اتش. ولا يهمني انا مستر معايا الدلتا اتش بتاعت التفاعلات الماصه دلتا اتش موجبه، ومعايا مستر التفاعلات الطارده الدلتا اتش سالبه. طيب اتش بي والاتش ار طبعا يا جماعه دي البرودكتس، دي الرياكتنتس. بالراحه بقى كده، التفاعل يا مستر الماس، والله يا مستر محمود التفاعل الماس اتش بي اكبر من اتش ار، التفاعل الطارد اتش ار اكبر من اتش بي. نموذج ج والاخير، المحتوى الحراري للماء مجموع الطاقات المختزنه فيه. يا عم هات يا عم الكتله بتاعت الميه يا مستر، الميه رمزها H2O، 2 في 1 ب 2 زائد 16 تطلع 18، على اساس ولادها هختار 18 جرام. من المعادله الكيميائيه الموزونه لاحتراق الاوكتان، ادي يا مستر الاوكتان ماشي، التغير في المحتوى الحراري عند انتاج 4 مول من غاز ثاني اكسيد الكربون. طب بالراحه بس كده، بالراحه بس كده، دلوقتي يا جماعه بيقول لي التغير في المحتوى الحراري، ودي اصلا حراره، سامعك جميل الناس اللي بتفهم، انا معايا ركز معايا اهو، بيقول لك التغير في المحتوى الحراري لما بحرق 4 مول من غاز ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. طيب بالراحه بقى كده، انا معايا يا مستر ال 16 دول اهو، 16 مول من ثاني اكسيد الكربون، طلع لي قد ايه يا مستر دلتا اتش؟ طلع لي دلتا اتش دي بس هقلبها بالسالب طبعا، عشان انا قلت لك بحول الحراره من موجب لسالب، طلع لي 1099 او انا اسف 900. انا بقول ال 16 بيطلع لي ده، يبقى الاربعه منه يطلع لي كام؟ سامعك، هتقول لي يا مستر ده في ده على ده، يلا 4 في سالب 1099 على 16 تطلع سالب 200 او انا اسف سالب 2725، سالب 2725. اذا كان مجموع المحتوى الحراري للمتفاعلات دي اهو، محتوى الحراري يا جماعه للمتفاعلات 1250، مجموع المحتوى الحراري للنواتج 1720. طبعا بس بالراحه بس كده يا مستر، انا عندي النواتج اكتر من المتفاعلات، طالما مستر المحتوى بتاع النواتج اكتر من المتفاعلات يبقى ده مستر تفاعل اسمه ايه؟ تفاعل مستر مصل الحراره. طبعا يا جماعه لو تفاعل مصل الحراره يبقى الدلتا اتش بتاعتي بالموجب، يبقى طبعا دي دلتا اتش بالسالب غلط، دلتا اتش بالسالب غلط. طب ركز بقى كده معايا بعد اذن حضرتك ثانيه واحده، اطرح يا بابا، مش دايما النواتج ناقص المتفاعلات، ادي يا عم النواتج 1720 ناقص 1200 وكام؟ و50. طبعا يا جماعه الناتج هيطلع ماس للحراره والرقم بتاعي ده.
من مخطط الطاقه المقابل قيمه دلتا اتش بتساوي ايه؟ طبعا يا جماعه انت طالع لفوق يبقى ده مستر تفاعل ماس. تفاعل ماس يبقى النواتج اكتر من المتفاعلات. بص انا كده عرفت ان دي كده اسمها النواتج، وعرفت كده يا مستر دي يا مستر اسمها الايه؟ المتفاعلات. طالما هو تفاعل او تفاعل اهو، بص ماس للحراره، الدلتا اتش بتاعتك هتكون موجبه. طالما يا مستر الدلتا اتش موجبه يبقى احنا يا حبيب قلبي الجميل دي 300 ودي يا مستر الايه؟ ها ال 500. طيب انا هاخد يا مستر الفرق يا مستر بس اللي بينهم، الفرق يا مستر اللي بينهم كام؟ ها موجب 200. انت يا مستر ليه يا مستر خليتها موجب 200؟ عشان ده يا بابا تفاعل ماس للحراره. طيب اللي بعده، ادرس المخططات التاليه جيدا ثم اجب عن الاسئله. ماشي يلا، طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ نازل لتحت يبقى ده يا مستر طارق. طالع لفوق ولا نازل لتحت؟ لا طالع لفوق ماس. ادي يا عم يلا، اي تفاعل يحتاج حراره اتمامه، يعني بالبلدي كده عايز بيقول لك التفاعل مين اللي هيحتاج الحراره عشان يتم. طيب اكيد يا مستر ده التفاعل اللي اسمه ايه، وده يا مستر التفاعل يا مستر اللي اسمه بي، يبقى انا كده يا مستر بقول لك ان هو ده بي عشان ده مصل الحراره اهو بي. اي تفاعل يسبب زياده درجه حراره الوسط المحيط يعني هيطرد حراره، يبقى مستر التفاعل ايه؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يكون وصلت. كده حلينا مع بعض اسئله التقييم الرابع. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.